هخليكي تعملي اجمد واحلى كشري في المجرة بل في الكوكب في العالم كله، والكل يحلف ويشهد بيه. كشري بيتي بطعم المحلات على اصوله، وتحدي اللي يجي قصادي ويقول لي ده ولا كشري الحله الواحده. كشري الحله الواحده ده يا ماما بتوع الناس الكساليه، هو نص ساعه في المطبخ هتطلعي عامله كشري. كل حاجه بحله لوحدها، اللي عايز يزود عدس براحته، اللي عايز يقلل رز يزود مكرونه حمص دقه براحتك. كشري كل حاجه في حله لوحدها، مفيش احسن ولا اطعم منه. وما وصكيش بقى بالصلصه، انا احب الصلصه 2 كيلو كده تبقى بالدقه وبالثوم. بصي للامانه اتفرجي معايا لاخر الفيديو واحكمي بنفسك. انا خليت الميه تغلي. انا بحب المكرونه المرمريه المقصوصه الصغيره، ربع كيلو مكرونه مرمريه على ربع كيلو مكرونه اسباجيتي. لو عدد افراد اكتر زودي الكميه براحتك، انا عملت الكميه اللي تناسب اسرتي. وخليتهم يتسلقوا على النار. حمرت الشعريه كويس، شمعتها بالرز، نزلت الرز بعد ما غسلته وشمعته مع الشعريه ونزلت الميه. وهناك الحله بتسلق العدس بجبه بعد ما غسلته كويس. وهنا قطعت البصل جوليان، عايزه تبدريه بالدقيق براحتك، عايزه تبدريه بالنشا براحتك، قال لي عشان يطلع كريسبي ومقرمش. المهم الكواليتي تارجت ان انا عايزه البصل بتاعك يبقى ذهبي مقرمش، لونه يكون حلو. تمام. في ناس بيحبوا يرشوا بعد ما بيحمروا البصل، بيحبوا يرشوا فوقيه رشة كزبرة زي ما بيعملوا مع الخبيزة او زي ما بيعملوا مع البصارة، براحتك. تمام. المهم تخليلي النهاية يكون البصل مقرمش ذهبي. تمام. تمام. انا هعمل البصل قبل ما اعمل الصلصه. نفس الحله اللي انا هعمل فيها الصلصه هي نفس الحله اللي انا هعمل فيها احمر فيها البصل. احمر البصل، عايزه تنزلي بالكميه كلها براحتك، عايزه تنزلي بنص الكميه. المهم ان انتي ايدك في التقليب. اوعدك نص ساعه في المطبخ وهتخرجي، بس ايدك تبقى شغاله مع كل العيون. تمام. اديني بسوي البصل وحطيته على مرتين، وبعدين هحط الدقه. الثوم في صلصه الكشري هو نفس الثوم، هي نفس الصلصه بتاعه الفته. الصلصه بتحب الثوم والخليل كتير. تمام. حطي كميه ثوم معقوله محترمه كده، وحطي خل. الصلصه بتاعه الكشري او الفته بتحتاج كمون، بتحتاج ملح، بتحتاج فلفل اسود. تمام. المهم يبقى الثوم بتاعي واصل لون الجولد اللي انت شفتيه في الحله ده. هزود خل براحتك. حطي صلصه حطي طماطم، عايز تحطي معلقه صلصه از يور لايك. انا بعشق الصلصه جدا في الكشري، انا من اكله الكشري. تمام. عايزه اقولك عايز تحطي نص معلقه صلصه براحتك. كده كده الثوم والبصل اللي موجودين والدقه هيخلوا اصلا عندك حموضه. بصوا محدش يعاتبني على الطاسه دي كده توفت الى رحمه الله. عايزه اقول لكم انا بحب اعمل الدقه بالخل والليمون. اديني حمرت الثوم، مش عايزه تحمريه براحتك، انا حمرته عشان يبقى خفيف على المعده، ما يبقاش فيه غازات زياده عن اللزوم. تمام. فانا حمرته وحطيت زي ما انتم شايفين ليمون وخل، وحطيت شويه زيت، وحطيت ملح وكمون. تمام. بصوا بقى شوفوا لي الجمال. اللي عايز يزود بصل براحته، تقليه براحته. وبحب بقى في حركه بحب اعملها قوي وانا بقدم الكشري بتاعي، بحب احط الصلصه، طبق صلصه ساده وطبق صلصه عليه بصل وعليه دقه وعليه حمص، عشان يعني انا بحب كده بصراحه. تمام. بحب لما باجي ازود في الطبق بتاعي بحب ازود من كل حاجه. صدقيني الكل هيحلف ويتحلف بيه. الاكله دي بالنسبه لنا لو في اطفال كتير عندك جم اعملوا لهم كشري. الكشري محدش بيزهق منه، ومحبوب للكل وسهل وسريع. بصوا شوفوا لي الجمال. كل حاجه في حله لوحدها. قولوا لي بس ده ولا بتاع المحلات؟ حماتي بس شمت ريحته افتكرت ان في محل مفتوح جنبنا جديد. مستنيه رايكم في التعليقات. لو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تدعي لامي بالرحمه والمغفره. امانه عليكم يا بنات. ما تنسوش تحطوا اللايك والكومنت، وتخشوا القناه الحمراء بتاعتي تدعموني بالسبسكرايب واللايك والكومنت الجميل بتاعكم. بصوا بقى انا بغرف. انا بقى جوزي يقول لي زودي لي عدس، ما تزوديش. بصوا مفيش احسن من كده. كشري الحله الواحده ده انا امي لو كانت عايشه كانت هزقتني لو كنت بعمله. الكشري لو ما كانش كده مش هيبقى كشري اصلا. بصوا شايفين. عايزه اقول لكم انا في الكشري ده اصلا الايام الطبيعيه بصوا بعمل ايه. بحط على طبق الصلصه تقليه زي ما قلت لكم بالظبط. الايام العاديه بصوا حطيت طبق ساده اهو، وحطيت طبق عليه تقليه. انا الكشري ده في الايام العاديه كنت بعمله 3-4 مرات في الشهر، لان انا بعشقه. تمام. وبالنسبه لي منجز وسريع.
زي اللي بيعملوا محشي في الاسبوع مرة كده، فبالنسبة لهم بيحشوه في نص ساعة عادي. مستنيه رايكم في التعليقات، ومستنيه تقولوا رايكم بامانه، وتقولوا رايكم في الفيديو في التشانل بتاعتي، وما تنسوش تدعوا امي بالرحمه والمغفره، وتحطوا الكومنت واللايك الجميل بتاعكم. اشوفكم على خير، ومع السلامه. مع السلامه يا بنات.